السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من متتبعي الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. تحسبا لمشاركته في بطولة إفريقيا للمنتخبات المحلية، وجه مدربه عصام الشرعي الدعوة ل 26 لاعبا للدخول في تربص إعدادي تحضيرا للمشاركة في الشان المزمع إقامته بالجزائر في الفترة الممتدة بين 13 يناير الحالي و4 فبراير 2023. وما زالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتوصل برد نهائي بخصوص طلب المغرب بنزول طائرة البعث المغربية بقسنطينة عبر رحلة خاصة من الرباط. وكانت الجامعة قد أكدت خلال اجتماع مكتبها المدير الأخير على أن مشاركة المنتخب الوطني المحلي في ذات المنافسة ستكون مشروطة بتوفر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر عبر طائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية لنقل البعث المغربية. وعلمت جريدة المنتخب بأن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عينت الكاميروني سيدو مومبو رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للمحليين بالتوجه للجزائر للحسم النهائي في مشاركة المنتخب المغربي في الشان بالجزائر بعد شرط الجامعة القاضي بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالتوجه في رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة، وهو الشرط الذي ظلت الجزائر تراوغ من أجله. ومن شأن مبعوث الكاف أن يحسم الأمور، خاصة وأن الكاف تراهن على حضور المنتخب المغربي للمحليين بالنظر للإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، وتعتبر أيضا غياب المغرب عن هذه المسابقة غير منطقي لما يتمتع به المغرب من سمعة دولية.